السلام عليكم. How are you doing today? Beginners المبتدئين، جبت لك درس جديد زوين واللي هو الباست سيمبل. حنا اليوم غادي نكملوا في سلسله قواعد اللغه الانجليزيه للمبتدئين. قرينا present simple present continuous، دخل تفرج فيهم كلشي غادي بالترتيب، واليوم غادي نرجعوا للباست. Today we're going to learn the past simple. ما كاينش غير زمن واحد في الماضي في الانجلي، لكن واحد منهم هو الماضي البسيط. I start by teaching you the form of the tense. كيفاش الشكل ديال هذا الزمن. صافي فاش كنشوفوا الشكل ضروري كنقراو to be و other verbs. كنبداو كيفاش تنصرفوا to be وكيفاش كنصرفوا الافعال الاخرى because they're different. وكندوزو another video فين كنقريك الاستعمالات. على بركه الله نبداو. فاش كنقراو past simple, the challenge that we have is that we have two types of verbs. عندنا جوج ديال الانواع ديال الافعال فاش كنهضروا على past simple: regular and irregular. One of the irregular verbs in the English language is to be. هاد to be غيتبدل لينا في الماضي البسيط. كما كنشوفوا past simple ديال to be كيكون على شكلين فقط، ما كيعذبناش. كتحفظ was أو لا were. When you learn how to make the past simple ضروري تعرفوا في البوزيتيف في الجملة اللي هي كنقول أنا راني شي حاجة، في negative form يعني أنا ماشي شي حاجة، وفي الquestion نمشيو بشوية حيت الجرامر مع English with لبنان is so easy peasy lemon squeezy. عندي I was tired، ما تنقولوش tired that's wrong، كنقولو tired. أنا كنت I was tired. في اللغة الإنجليزية ملي كيبداو الناس speak fast sometimes they say I was tired. شي مرة كتولي ديك was لا طولتها كتولي was. You were ماشي were. You were cold، كان فيك البرد. He was هو كان، she was هي كانت. بحال كنديرو كان صافي يعني في العربية. happy شي واحد كان فرحان وما بقاش فرحان. It was hot يعني hot يا اما تنهضروا على شي حاجه سخونه like a cup of coffee that's not hot anymore. شي كاس القهوه ما بقاش سخون. وكيكون عندنا مثلا الجو كان سخون. it كيكون عندنا فيها دائما الكلام على غير العاقل، الكلام على الجماد، الكلام على الحيوان. we were حنا كنا on holiday. كنا في عطلة، ما بقيناش في العطلة. we were on holiday. they were married ماشي married. كانوا مزوجين ما بقاوش مزوجين. they were married. to be in the past simple okay it has two forms اللي هي was و were. كتحفظ الضمير اللي كتمشي معاه was، الضمير اللي كتمشي معاه were، وكتزيد عليه adjectives او نعوت، وهانت عندك جمل كاملة. إلا بغيتي النيجاتيف كتزيد عليه not. so مثلا هنا I was not tired واللي كتولي wasn't. صافي. إلا جيت هنا وبغيت نقول أنا ما كنتش عيان، هاد was غندير ليها wasn't هنايا. so I wasn't tired. كتحفظ جوج ديال النفي was not were not، wasn't weren't. we were on holiday كنا في عطلة. how can I say in English ما كناش في عطلة؟ سهلة، غتقول we were not on holiday كتزيد not. were not قالت لك لبنى، قالت لك راه كتكون weren't بعض المرات كيختصروها. سهلة إذا we weren't on holiday. how to make questions with to be in the past simple. سهلة. I was غدا تولي was I. you were غتولي were you. ملي كنبغي أنا نسول جملة في الماضي وعندي was و were كنبدا بهم ببساطة. بغيت نسول راسي واش أنا كنت عيان، كما كتشوفوا هنا انا كتبت لكم الفورمز اللي غتحتاج تحفظها باش دير الجمل في الباست سيمبل ملي كتبغي تسول شي واحد على الحاله ديالو. اذا نرجعوا معايا للدرس اللي قريتكم فيه استعمالات تو بي، كلشي بالترتيب. انا قلت لك الا ما قريتيش معايا بالترتيب ما غتعرفش تتبع. so was I هنا نقدر نزيد اي حاجه بغيت. was I tired، was I sick، was I alone. غالبا ما كنسولوش راسنا in English ولكن خصنا نتعلموها في القواعد. were you بغيتي تسول شي واحد واش كنتي مريض. were you sick حنا نستعملوا كلمه واحده هنا ونمشيو بها على الجمل كاملين. was I sick واش كنت انا مريضه.
were you sick واش كنتي انت مريض واش هو كان مريض was he sick was he sick ونمشي انا هنا was it نقدر مثلا نسول واش كان الجو سخون او لا واش كان الجو بارد so غادي نقول لك was it hot yesterday was it cold yesterday واش كان الحال بارد واش كان الجو بارد were we واش كنا حنا في عطلة اللي قرينا were we on holiday غالبا like I said we don't really ask ourselves questions but we need to do it for the grammar were they sick واش كانوا مرضين what did we learn to be in the past simple دابا شنو قلنا ملي كنساليو مع to be ونعرفوا ليه positive negative وال question forms كنمشيو نتعلموا الافعال الاخرى لانها كتكون مختلفه ولا بد من المراجعه من بعد كل درس وخصوصا دروس ديال الجرامر هضرنا اليوم على to be in the past simple واللي كنشوفوه على جوج ديال الاشكال was were جوج الكلمات خاصك تحفظها مع الضمائر الا كنتي كتستعمل ضمير I او لا هي او لا شي كتستعمل was ضمائر you we they كتستعمل معهم were now let's look at some examples شوفوا بعض الامثله وشفنا حنا اليوم خصوصا to be was were في past simple مع adjectives يعني مع نعوت for example I was exhausted means very tired أنا كنت عيان بزاف you were excited كنتي متحمس ولا متحمسة he was poor كان فقير we were rich بمعنى كنا أغنياء وما بقيناش والأخرى هي they were kind كانوا ظريفين they were kind وما بقوش معنا ظريفين for example let's read more examples I was wrong المعنى هنا هو أنا كنت خاطئ أنا كنت غلط I was wrong ذكرت لكم من سبق أن كنقصدوا بعض المرات was راه هي was تنقولوا I was أو لا I was wrong إلا هدرنا fast you were right كان عندك الحق she was mean كانت قبيحة ولا شي واحد دار معك شي حاجة قبيحة شي حاجة مزويناش كتقول she was mean بحال كنقولوا كنتي شرير we were hopeful كان عندنا الأمل and the last one they were sweet والمعنى ديال هذه هو أنهم كانوا دابا سويت هي شي حاجه حلوه ولكن حتى الا كان شي واحد معك ظريف بزاف ودار معك شي حاجه زوينه وكيوت كتقول لك you're so sweet يعني بحال الظرافه ديالنا حنا